يجب تحمل عواقب التعامل مع هذه الكائنات التي لا تعرف الرحمة ولا الأعمال الطيبة، بل هم شديدي الخبث والمكر والأذى والكفر، وبتسيب كل اللي يخوض فيها ويخترقها. تبدأ حكايتنا النهاردة يا صديقي بنت جميلة جدا اسمها منار، ولكن لا تأخذكم المظاهر، فوراء المظاهر مصائب. تحكي منار وبتقول: بدأت حكايتي لما في يوم جمعة وكنت محضر الغدا، وجوزي كان في الشغل، قصدي كان مفهمني انه في الشغل. هتشوفوا انه لما جه من بره شميت فيه ريحة برفان حريمي، فعرفت انه بيخوني. فرحت لواحدة صاحبتي دلتني على شيخ، مش شيخ يعني بمعنى شيخ، ولكن بمعنى دجال. وبعدين خدت العنوان، وتاني يوم رحت البيت. كان في بلد جنبنا، كان بيت مقبض يفزع اللي يشوفه. فدخلت وقعدت على كنبة مكسرة واستنيت دوري. وبعدين دخلت لقيت راجل لابس جلابية سودا وعنده دقن متوسطة ونص أصلع، قاعد وقدامه كتاب كبير. عمري ما شفت كتاب بالحجم ده. وراح الدجال قال لي: قول يا بنت مالك في ايه؟ قلت له: يا عم الشيخ، انا جوزي بيخوني ونور قلبي قايده، انا عايز انتقم منه شر الانتقام. فراح قال لي: تمام، هديكي كلام تقوليه في الحمام بعد ما تقفلي نور الشقة، ويكون الساعة 6 بعد المغرب، وتولعي شمعة وتقفي قدام مراية الحمام، وبعدين تجيبي قطة سودا إلى نهاية الخطوات. المهم رحت واستنيت تاني يوم لما جوزي راح الشغل، وللعلم هو بيرجع البيت الساعة 11 بالليل. وبدأت أنفذ الخطوات. طفيت كل أنوار الشقة وقعدت أبص، وولعت شمعة وبصيت على المراية اللي متعلقة في الحمام، وبدأت أركز على عيني في المراية وأنا مولعة الشمعة في إيدي. واستمريت على الوقت ده حوالي ساعة، وبدأت أقول الكلام اللي قالهولي الشيخ عشان أحضر المال. بعدين ذبحت القطة، وكانت الدماء تتساقط من رقبة القطة. معنى كده إنها قامت بفعل أسوأ وأشد أنواع الطقوس لاستحضار المرض، فقد قامت بدهن جميع جسمها بدماء القطة. ومر وقت طويل وهي بتردد الطلاسم والتعويذ ليحضر المارد، وفجأة لاحظت شيء غريب جدا عندما رأت انعكاسها في المرآة لا يتحرك. وهنا أدركت منار بأن المارد حضر، عندما رأت وجهي في المرآة يشبه الكلب، وله عينين سوداء، وله قرنان، وفتحة فمه مثل وردة التنين الأحمر، ولون بشرته حمراء. فضحكت ضحكة عريضة مملوءة بالخبث والدهاء، ولكن لم تنتهي، فقامت بالابتسام له وقالت: أخيرا بعد مجهودي وتعبي وتضحيتي جابت نتيجة وحضر. وفجأة بدأ المارد بالتحدث معها وقال: ماذا قمت بإزعاجي واستحضار أيتها البشرية المزعجة؟ فقالت منار دون أن تتردد: قمت باستحضارك الانتقام أيها المارد. قال المارد: ومن من تريدين الانتقام أيتها البشرية؟ فقالت منار: أريد أنتقم من زوجي الخائن. فقال المارد: لماذا تريدين الانتقام من زوجك؟ فقالت منار: أريد أن أنتقم منه لأنه قام بخيانتي مع واحدة من أعز أصحابي المقربين لي. فقال المارد: وأنت أيتها البشرية أتتحملي دفع ثمن مساعدتي ليكي؟ قالت منار دون أن تفكر وبتسرع: هدفع لك كل اللي أنت عايزه. وهنا بدأ المارد يقول لها بعض الجمل عشان منار تقولها وراه، وطلب منها إن هي تبات ليلة كاملة في الحمام. فصوتت منار وقالت له: أنا لأ، مش هينفع أبات في الحمام. راح المارد قال لها: يعني أنت ذبحتي قطة وقمت باستحضاري وخايفة من النوم في الحمام؟ وراح قايل المارد مرة أخرى وفكرها بالثمن الباهظ اللي هتقوم بدفعه. فوافقت بعد تفكير طويل، وفي حالة المساعدة لها إنها لازم توفي بوعدها. وبعد أن قامت منار بتردد العبارات والطلاسم،
بدأت منار بتحس إن جسمها بيتكسر كله وبتحس بوجع شديد جدا. ليه؟ لأن المارد قام بالدخول في جسمها. وبعد كده قامت منار بالتزين وأصبحت بأبهى منظر وأجمله، فقامت بدعوة بيتها الخائنة وحماتها وحماها، فقامت بذبحهم واستخرجت كبدة حماتها ومخ حماها وقلب صاحبتها وطبخت أشهى طعام لزوجها. عندما أتى زوجها للعشاء، وفجأة عندما رآها زوجها بالمنظر ده أعجب بها جدا وبالطعام اللي هي عملته له، وجلس ياكل في الطعام بشراهة يتلذذ بطعمه. سألها جوزها: ايه الطعام الحلو الجميل ده يا منار؟ وليه الحاجات الحلوة دي ما كانتش بنشوفها قبل كده؟ وايه كل الجمال اللي انت فيه ده؟ وليه ما كنتش بشوف الجمال ده قبل كده؟ انت اتغيرت كتير جدا عن الاول، ويا ريت تبقي بالجمال والحلاوة دي بعد كده. قال لها جوزها: ايه اللحمة اللي طعمها حلو قوي دي؟ فقالت له: عجبتك قوي اللحمة دي يا حبيبي؟ قال لها جوزها: اول مرة ادوق لحمة بالطعم الحلو ده. راحت منار قايله له: الكبدة يا حبيبي كبدة امك، والمخ مخ ابوك، انما بقى القلب هو قلب عشيقتك. فقام جوزها وفضل يصرخ وكان عايز يضربني، لا ده يقتلني. فجأة رحت قايمة وقلت له: الانتقام لك أيها الخائن. وجوزها قال لها: ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ليه خيانتك مع أعز أصحابي منى؟ لأن أنا عملت لك ايه علشان تخوني؟ لا ومع مين؟ مع أعز أصحاباتي. راح جوزها قال لها: انت عمرك ما كنت بتديني اهتمام ولا واجبات، نخونك يعني. وراحت منار اشتعلت من الغضب وقامت باستحضار المارد عليها وشاورت بايديها قدام جوزها. وراح جوزها اترفع في الهواء واتهبت في الحيط، وراحت منار مشاورة على الارض فهبت نار عظيمة. وراح جوزها قال لها: انا اسف ارحميني والله اخر مرة. منار قالت: وانت ليه ما رحمتنيش لما خليت قلبي يموت مليون مرة بالخبر ده؟ وشارت بايديها للنيران قدام جوزها. وراح جوزها حرق بالكامل واصبح جثة متفحمة، وقالت: هذا جزاء لمن يكون مراته يستحق الحرق. بدأت تضحك ضحكات شديدة الخبث. وبعد ما منار حققت اللي كانت بتتمناه وهو الانتقام من جوزها، أشر انتقام، راحت لمراية الحمام مرة أخرى تشكر المارد على مساعدته لها علشان تعرف ايه هو التمن اللي هو عايزه. وفجأة حضر المارد وأخبرها إن التمن اللي هو عاوزه منها واللي هو لابد منها أن تقوم بتنفيذه، لأنها حكمت على نفسها بتنفيذه. فجأة قال لها: التمن هو قلب طفل. فقالت منار: قلب طفل؟ بس أنا ما عنديش أطفال. فقال لها: أنت حامل يا منار. خافت منار وخوف شديد وقالت في نفسها: ازاي اديله قلب ابني الصغير لياخده؟ واصبح المارد قال لمنار: قدامك لغايه ما تخلفي، وبعد ما تخلفي تجيبي ابنك وهدالها ورقه فيها كلام تقوليه على ميه وتحمي ابنك بيه وتسيبيه في الحمام في الضلمه. واختفى بعدها المارد وهو يضحك ضحكات خبيثه. بعديها راحت للساحر اللي قال لها على الطلاسم والتعويذه اللي تحضر بيها هذا المارد اللعين. وقام الساحر وقال لها على بعض الطلاسم والتعويذ الأخرى بتقولها. وفعلت منار. لما عدت الأيام لفت منار ونسيت اللي المارد قال لها عليه. في يوم من الأيام كانت ليلة مشؤومة اللي قامت فيها من نومها وما لقيتش ابنها جنبها، فجريت وصرخت وصوتت بلا فائدة، ودخلت الحمام مسرعة. وفجأة وجدت المارد اللعين قوم بغرس مخلبه في قلب ابنها، ورأيته وهو بياكله ويقول لي وهو بيضحك ضحكات مستفزة: تم الاتفاق يا منار على الثمن، ودلوقتي انت يا منار دفعت الثمن وانتهت الصفقة بقتل ابن منار. وأشكركم لمتابعة القصة يا أصدقائي، وشكرا.